في صوت جواك يمكن انت بتسمعه كل يوم، يمكن اتعودت عليه لدرجه انك ما بقتش بتحس انه غريب. الصوت ده بيقول لك انت مش كفايه، او انت مش هتعرف، او هو انت ليه حتى بتحاول اصلا. بس خليني اقول لك الحقيقه اللي يمكن اول مره حد يقول لك عليها. الصوت ده مش صوتك، الصوت ده اتزرع جواك. طب ازاي؟ خليني انا افهمك. واحنا صغيرين كنا زي صفحه بيضاء، اي كلمه اتقالت لنا كنا بنحتفظ بيها، اي مقارنات او اي كلام كنا احنا بنخزنه في دماغنا. لما يتقال لك خليك عاقل، او انت مش هتنفع، او ده مش مستواك، كل ده كان بيتحول لصوت بيتخزن جوه دماغنا. ومع الوقت بقينا نسمعه ونفتكر ان هو ده صوتنا الحقيقي. بس ده مش صوتنا احنا، ده صوت كانه اتاخد واتحط جوانا، والمشكله ان احنا صدقناه. لو الصوت ده كان صوتك الحقيقي كنت هتكلم نفسك ازاي بالقسوه دي؟ كنت هتقسى ليه على نفسك كل ما تقع؟ طب هو انت فعلا كنت هتكسر نفسك بدل ما توقفها على رجليها؟ الصوت الحقيقي بتاعك هادي، واقف جنبك، بيحاول يرفع منك مش بينزلك لتحت. المشكله اننا بنسمع صوت الخوف ده ونفتكره صوتنا احنا الحقيقي، بنسمع صوت الماضي ونفتكره احساس دلوقتي، بنسمع صوت الناس ونفتكره صوتنا الداخلي. طب الحل بسيط جدا. اسال نفسك سؤال عند كل كلمه بتقولها: هو الكلمه اللي انا بقولها لنفسي دي سمعتها من مين اول مره؟ وصدقني انت هتتفاجئ، هتلاقي ان اغلب الكلام اللي جواك هو مش بتاعك اصلا، كلام قديم قوي من ناس اتغيرت، ويمكن حتى من ظروف اتبدلت، بس صوتهم فضل جواك. وفي اللحظه اللي هتفرق فيها بين صوتك الحقيقي والصوت اللي اتعلمته كل حاجه هتتغير. هتبطل تشيل ذنب مش ذنبك، هتبطل تلوم نفسك على حاجه انت مش غلط فيها، هتعرف تتصرف في مكان اهدى واقوى واصدق. افتكر دايما اكتر حاجه بتقويك انك تكتشف الصوت اللي مش صوتك. وبس كده، طبطم وطبط اي موقف. السلام عليكم.